حتى أسوي الكب كيك أنا أحتاج كوبين إلا ربع طحين، نص كوب زيت، نص كوب حليب، كوب كامل شكر، 3 بيضات، وظرف بيكنج باودر، وظرف فانيلا. هذه شكل أوراق الكب كيك اللي حستعملهم. كلش عاجبني شكلهم. وأهم شي ثاني ما له علاقة بالأكل، بس هذا شكل المضرب الجديد اللي اشتريته وهم كلش عاجبني، بس لأنه كله ستيل يعني ما بيه بلاستيك. وبالبداية قبل كل شيء أخلي البيكنج باودر على الطحين، وأخلي الفانيلا هماتين على الطحين. أترك الطحين على الجنب، وأجيب بولة ثانية، طاسة ثانية، أبدي أخلط بيها المكونات اللي قدامكم. خليت 3 بيضات، هسه أخلي الكوب شكر كامل وأبدي أخلطهم. وهذه شكلهم بعد ما خفقتهم. هسه أخلي الزيت والحليب. هذه بعد ما أخفقتهم بالزيت والحليب. وهسه أرد أخلي شوية هي المطحون، يمكن هاي أكثر من شوية. وهسه أريد أخلي شوية من كمية الطحين وأخفق. صراحة هذا قالب الكب كيك اللي موجود عندي، يعني لقيته موجود عندنا. وهذه أوراق الكب كيك. إذا تشوفون هذولي عددهم 12. هذه الكمية أنا حاسبتها تكفي 24، فهذه نص الكمية حتعبي لي إياها. هسه أضيفهم، أبدي أوزعهم. شلون حوزعهم؟ صراحة راح أخذ هذه قياس النص كوب عندي وبزيت، وراح أبدي أغرف وأوزع عليهم. طبعا هذه الكمية اللي زادت عندي من الخليط، وهذولي حوديهم للشوي. طبعا شنو بدي أقول، هذه أول كب كيك ينجح عندي، والسبب يرجع لهذا المضرب العجيب اللي أتصور حتشوفه بكل الفيديوهات. كنت مفكرة أشتري كهربائي، بس لا، لحد هذا يعني هذا كلش عاجبني، هو السبب إنه الكب كيك نجح عندي.